انا اصلا مش ظاهر عندي اي حد. استاذ شريف، ايه رايك في الموضوع ده؟ اتفضل ادخل معانا. ليا اصدقاء في السودان، الموضوع فيه جزء بسيط شد وجذب بين الطرفين، حصل الان استنفار واطلاق مدفعيه وهروب حمدته والجنود معاه ولادنا. طيب انا عايزه اعرف دلوقتي برضو كل اللي بيحصل دلوقتي في بين يعني في الدول العربيه وبين الشعوب وبعضيها، يعني مثلا انا في بلدي ما بين طوائف مختلفه في بلدي. تمام. تمام. ثانيه واحده. استاذ ايمن ابعت، لو انت خرجت ودخلت هتعرف تبعت. انا بنت استاذ شريف. عايزين الجنود المصريين. انا اعرف ناس ما ناموش من امبارح، منهم استاذ ايمن على فكره السلام عليكم. والمجموعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ شريف. ازيك يا استاذ؟ كل سنه وانت طيبه وكل المتابعين بخير. وحضرتك طيب وبخير. ايه رايك في الموضوع ده يا استاذ شريف؟ موضوع بسيط بيحصل في اي دوله، في حبه قلق، حبه مناقشات، حبه تمرد، حبه انقلاب صغير. الموضوع بصراحه بسيط. بالنسبه للسودان، مم. بالنسبه للسودان يعني حركه تنقليه هتقلب الدنيا معاهم شويه، لكن انا بتكلم على وجود جنودنا عندهم حتى الان، حتى لو كانوا مؤمنين. لا انت بقى، انت ما تعرفيش الاخبار الجديده بقى اكيد. ما ايه؟ عندكيش المعلومات الجديده. ايه الجديد؟ مش الطيران المجهول دخل ضرب القواعد الثانيه والجيش السوداني تمكن من السودان بالكامل؟ انا بقول لك اهو، انت ما عندكيش المعلومات الجديده. طيب ماشي، برضو ايه لازمه وجود جنودنا عندهم؟ لا، ما هو ده كان تدريب مشترك. احنا بنعمل مناورات دايما في او ايه السودان وفي هو؟ اغلبيه دول افريقيا. هو ما انا عايز بوضح لك. نعم. احنا احنا في مناورات بتتعمل هناك في السودان وفي كذا دوله افريقيه، بتتعمل بصفه دوريه دايما يعني. فدي صدفت مع اه اللي حصل، الموقف اللي حصل هناك دوت. عموما جنودنا كلها مؤمنين، ومفيش حادثه واحده حصلت لاي جندي منهم. دي معلومه على برضه عشان فاهم، عشان في اشاعات من ماشي، ما الخرفان احنا بتقول ان في يا استاذ جندي. شريف، وطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ما حدش يقدر يلمس شعره من جنودنا، وفعلا ما حدش يقدر يعمل ده، ولو حد بالظبط، عمل ده ومؤمنين تامين كامل. هنوصل لكده. هي جنودنا هناك لان في اتفاقيه مع السودان، في مناوره اوريدي، في مناوره احنا المفروض بنعملها، تدريبات عسكريه مشتركه. وحصلت دلوقتي يعني في مناوره وحصل مشكله، يبقى جنودنا ترجع وهم ياكلوا بعضيهم يتحرقوا. لا معلش يعني. لا، دي سياسه دوله بقى، ما نقدرش نتدخل فيها. اسمعيني بس، دي سياسه دوله، اكيد في وجهه نظر ليهم، يعني اكيد في حاجه هم مرتبينها. انا ما بحتاجش جنود دولة تانية عندي لو حصل عندي ازمة دولية داخل الدولة وبدأ فيها خطر على جنود جايين مثلا يعملوا تدريبات عسكرية او غيره، ما احتاجزهمش عندي. احتاجزهم انا قلت لك عندي دول مش حاليا هم مش يا استاذه داليا. عشان بس طب افرض تبقى واحد الامور واضحه، بس استني دخل اسمعيني. في الطيران هناك. عشان تبقى الامور واضحه، حاليا الجنود مش محتجزين. الجنود قاعدين بكامل رغبتهم وبكامل القياده السياسيه المصريه. انت فاهمه؟ مش لا، محتجزين حاليا. دي اسمهم المعلومات اللي هي متحفظين عليهم هناك، مش محتجزين يعني مقفول عليهم. طالما يعني متحفظين عليهم هناك وما رجعوش، ما يرجعوش ليه؟ لان ما ينفعش خطوط الطيران تشتغل دلوقتي، لان خطوط الطيران واقفه. احنا موقفين خطوط الطيران مع السودان لمده 3 ايام على الاقل. السودان بيروحوا بالعربية على فكرة. السودان بيروحوا طب بالعربية. خلاص، اقول لك حاجه، هات عربيه نقل وروح هاتيهم. في ده نظام سياسي يا استاذه، مش الشرقيه والقاهره. دي دول، انت فاهمه؟ ما ينفعش طيران يطلع من هناك. وبعدين انت مش عندك عسكري ولا اتنين، انت عندك تقريبا كتيبه كامله هناك، مش سريه كمان. انت فاهمه؟ فبالتالي بيبقى في تنسيق عشان يتنقلوا ويبقوا يرجعوا بلدهم في منتهى الامان. مش هيرجعوا كده، مم. مش كده؟ لان هي دي مش من محافظه لمحافظه، دي من بلد لبلد، وكل بلد ليها سياسه على ارضها وحق السياده بتاعتها. اه، حق السيادة. يعني انت شايف ان الوضع دلوقتي طبيعي ان الجنود يبقوا موجودين في الوضع ده ويتصوروا الفيديو المهين اللي اتصوروا بيه ده؟ الكلام ده يعني قديم، انت مش ما حصلش النهارده ولا الكلام دوت في نفس اللحظه. يا استاذه انا اوضح لك بس، الفيديو اللي اتصور واتذاع ده في كل وسائل الاعلام وانتشر زي النار في الهشيم، ده فيديو اه، مقصود 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 مقصود. فاهمي كده؟ ايا هو كان بالمعنى هو ده. هو ده الوضع. تمام.
ما هو ده وبالتالي الوضع. القياده السياسيه بتاعتنا اتحركت، تم اخلاء سبيلهم. تمام. دي جزئيه، الجنود تم اخلاء سبيلهم، وحاليا في طيران مجهول طول النهار. النهارده ركزوا في الجمله دي، الطيران المجهول اللي اقتحم وخلص وفض الاشتباك هناك، والجيش السوداني حاليا مسيطر. دي اخر معلومات وصلوا من شويه. نفس وعليكم الطيران السلام المجهول وبركاته. ده اللي دخل ليبيا برضه ساعه المشكله اللي كانت في ليبيا. طب طب انا بس عايز احدث برضه شويه معلومات كده بسيطه، سامعني كويس؟ وفي دوشه جامده قوي على فكره، مش عارف نعم. دوشة حواليك. طب كده سامعني كويس؟ تمام اتفضل. طب اسمحوا لي بس احدد شويه حاجات كده، معلومات جديده بخصوص الجنود حاليا لسه موجودين في قاعده مروه، وهم مش هيغادروا الا مع المعدات بتاعتهم، لان الناس دي ناس فنيين مش مقاتلين. الناس ديت لو تفتكروا اول ما عرضوا الصور بتاعتهم بتاعت الطيارات من القمر الصناعي، كانت الطيارات واقفه في نص مدرج المطار، وكان في ميه وسائل تحت الطيارات. كانت الطيارات واقفه، كان بيتعمل لها صيانه. والفرقه اللي كانت موجوده يعني فيها فرقه دعم فني مالهاش دعوه بالقتال ولا حتى معاهم اسلحه. يعني الفرقه دي كانت بتسبق هي سابقه اللي بتجهز للمناوره. وما ينفعش ان انا في يوم وليله في لحظه كده ارجع الجنود بتاعتي من غير معداتهم. ده في سياسه وفي دوله. تمام. اما موضوع ان هو الحركه اللي اتعملت دي حركه مقصوده طبعا، ودي عارفين كويس قوي مين اللي حواليها. وعاوز اقول لك ان في اكتر من طرف اقليمي هو اللي عامل الحركه دي، مش طرف واحد، لا انا هقول لك كذا طرف، ومنهم اطراف عربيه عشان تبقوا فاهمين. منهم اطراف عربيه هم قاصدين ومنهم يعملوا الطرف كده. العدو اللدود بتاعنا، منهم الاساسي العدو بتاعنا. اكيد. بص، كل هذا شيء مؤكد. شيء مؤكد هم ليهم طرف مع الاثيوبيين طبعا، وطبعا في اطراف تانية اقليميه من مصلحتها ان جيشنا يتشوه بالمنظر ده علشان يركبوا هم مكان مصر. تمام. لان احنا اصلا كده كده بقى لنا فتره بنتعرض للتشويه من قبل الدول دي. انا مش عايز اجيب اسم بالذات يعني، بس الدوله اللي كانت هاجمتنا من فتره دي وقالت علينا نفرض عليكم شروط وهنعمل وهنسوي والكلام ده كله. وفي خريطه عندي انا اقدر ابعتها لك يا استاذه داليا بعد البث، فيها كل الدول المتشاركه في الكلام ده. تمام. فالدول دي ليها مصلحه ان احنا جيشنا يا اما اللي حصل ده مقصود بيه حاجتين، يعني النتيجه لازم تكون حاجتين: يا اما الشعب يقوم على الرئيس اعتراضا على اللي حصل، تمام، او ان مصر تتجر في حرب اقليميه ومش تخرج منها دلوقتي زي اللي يعمل كده. اقصده ان احنا لو اضطرينا ان احنا نطلب جنودنا وهم هيفضلوا. انا عايز اسالك سؤال دي نتيجه. اسالك سؤال بس. احنا اتجرينا من فتره، السنه اللي فاتت تقريبا، دخول حرب في ليبيا. دخلنا؟ ما دخلناش. اتجرينا لدخول حرب الفتره اللي فاتت، دخول حرب في الاقليم الليبي، في الدوله الليبيه. دخلنا حرب فيها ولا حطينا خط احمر؟ هو احنا ما دخلناش يا استاذ كبير، بس انا لسه استاذ محمد عبد الهادي بيقول طياره انضربت. انا بتمنى ان نثق في القياده السياسيه بتاعتنا، والناس دي عارفه بتعمل ايه كويس. احنا القائد بتاعنا مش راجل عادي، كمان ده راجل مخابرات. يا جماعه بس عايز اقول حاجه. هو احنا القياده السياسيه احنا مش عايزين الموضوع يتطور ان فعلا اضطر اضرب عشان ما انت مش طرف فيه عشان يتطور، انت مش طرف اطلاقا فيه. وفي طرف قانوني برضه عشان كده. انا بس عاوز اقول حاجه بس يا جماعه، انا بقيت بلاش ناخد اخبار من المصادر اللي مش موثوقه، لان حاليا دلوقتي في مجموعات متخصصه اشاعات فقط. فيا ريت اللي عنده قناه القاهره الاخباريه يعتمد عليها في الاخبار، لان ده مصدر رسمي اساسي للاخبار، المصدر بتاع الدوله بتاعتنا اللي احنا نثق فيها.
بالظبط. استاذ محمد عبد الهادي، انا فتحت الخاص يا استاذ محمد اهو، ومفيش قدامي اي رسائل يعني مفيش خالص اي رسائل عن جميل غير حضرتك. لو حضرتك بتبعت لأي حاجة ابعت على رسالة صفحة المجتمع. تاني حاجة احنا ان شاء الله يعني برضو لو تفتكروا اللي حصل في ليبيا قبل كده، تمام، لما حب ان هو يديهم درس، كان درس معلم يعني بمعنى صح. بس ايه، احنا دلوقتي الوضع يختلف شويه، احنا لينا رعايا جوه السودان عايشين، خد بالك، مش بس الجنود. الخارجيه دلوقتي المفروض بتنسق عشان تخرج الناس دي، هم حوالي 15,000 مواطن. فعلا معاك حق. هم 15,000 مواطن تقريبا، غير المصالح بتاعت الشركات والموظفين والسفارات. رعايا مصريين، ده غير السفارات وشركه مصر للطيران وحاجات كتير. تمام. انت دلوقتي مش بتحاربي مع جيش لجيش، لا، الناس دي اللي هم تدعم السلام مجرد قبائل مقطعين، ميليشيات. يعني انت ممكن يخش على البيوت دي يدبحوا الناس اللي فيها خلاص بكل سهوله، ما لهمش اي مسؤوليه دوليه، دي ميليشيات. يعني هم ولو حصل كده برضه هيحصل في السودان خلال سنة أو اتنين بغطاء من الإخوان المصريين. أستاذ محمد عبد الهادي بعت لي بوست لازم من سنة بيقول كده. هيحصل إيه؟ الأستاذ محمد عبد الهادي بعت لي بوست بيقول أنت الانقلاب عسكري في السودان خلال سنة أو اتنين بغطاء من الإخوان المصريين. طب ما انا عايز اقول لك على حاجه، السودان بقى لها 50 سنه بيحصل فيها كده. الموضوع مش جديد. السودان كل يوم عندهم نفس القصه، يعني الموضوع ده متكرر سواء تحت حكم الاخوان المسلمين او غيره. عارفين اللي زاد الموضوع اهميه ايه؟ هو الفيديوهات اللي طلعت على الجنود بتاعتنا، مش اكتر من كده. غير كده كان الموضوع عدى عادي خالص. واللي دخل اول ما دخلت القوات ده، وما بدات دخل مباشره اتجاه مطار مروه اللي فيه الجنود المصريين مباشره. يعني الموضوع مقصود. استاذ ايمن، وكلنا عارفين كده، يعني الناس اللي طبعا الاحداث عارفين الكلام ده. مقصود ومتعمد. وزي ما قلت لك الصور دي كان الهدف منها حاجتين: احنا نغضب على بعض هنا والثانيه تقلب. يعني احنا نغضب على بعض هنا، يعني يا اما نتقلب على الرئيس، او ان احنا نتجر في حرب. انا عايز بس احنا طبعا مش هيحصل كمان يا جماعه. 2016 انا عايز افكركم حاجه بس بعد اذنكم. في 2016 لما حصلت في ليبيا اللي هي اللي خطفوا الاخوان المصريين اللي هناك وعدموهم، ايه اللي حصل؟ نمنا الليل ولا جاي حقنا في نفس الليله؟ ايه؟ دي حق الناس اللي استشهدت في ليبيا في نفس اليوم، ولا بيتنا او كبرنا دماغنا وريحنا؟ القياده السياسيه جابت حقهم في نفس الليله. ثانيه واحده، احنا دلوقتي عارفين ان الوضع اللي بيحصل في السودان احنا مش عايزين فعلا. انا مش قادر اسمعك خالص على فكره، مش قادر اسمع اي حاجه. ماشي، هقول لك على حاجه بس. وهيبدا الموضوع يتغير سكه ثانيه خالص. بص حضرتك، هم طبعا يعني مش عايز اقول لك ان الجماعه بتوع الاخوان دول يعني هم على نفس اللاين، يعني هم كمان يمكن كان عندهم علم باللي هيحصل ده.
يعني سواء المصريين اللي خارج مصر او اللي موجودين داخل السودان، لان كلهم على خط واحد ومصلحه واحده يعني. فما نستبعدش اي حاجه، ان هم كانوا عارفين وعاملين السيناريو جاهز وكل حاجه. ان كمان اصل انت لو بصيت هتلاقي المشروع، اصل المصلحه مشتركه ما بين اللي هم الاخوان والاثيوبيين والطرف الثالث، سواء من عند اخواننا البعده او الطرف العربي اللي ليه مصلحه ان مصر تقع دلوقتي يعني. تمام. لكن هتبص هتلاقي ايه، في كذا طرف بيحاول يقوم الدنيا حواليك دلوقتي يعني. والله بصي، واللي احنا فيه ده خدوا بالك برضه يعني ايه، مصلحه حلوه قوي لينا. ليه اللي حصل ده؟ كشف لنا الوضع الداخلي في السودان. ليه؟ لان كان في قاعده جماهيريه كبيره قوي من قطاع الشعب المصري بيقول لك الاخوه السودانيين الاشقاء والاخوه العرب والاشقاء العرب. الفتره اللي فاتت دي مسحت باستيكه مبدا الموضوع القوميه العربيه ده نهائي، خلاص ما عادش فيه. احنا خلينا نحدد الموضوع ان انت تسوي كده. بالظبط. انا عاوز بقول حاجه بقى برضه مهمه برضه، انا بخش خطوه خطوه. تمام. احنا الدول اللي حوالينا كل دوله دلوقتي بتحاول تعمل لها قوميه لنفسها، مش قوميه عربيه يعني. احنا خلاص بنتوقف على موضوع القوميات ده، خلاص احنا بنبص قوميتنا احنا دلوقتي. تمام. اما بالنسبه للسودان برضه بتنفذ قوميتها اللي هي عاوز تبنيها على اساس حضارتنا احنا. يعني منظمه الافروسنتريك دي عاوز اقول لك الجيل الناشئ من ضمن الداعمين ليها السودانيين والافارقه. مع بالظبط. بس انا عايز اقول لك على حاجه كمان، الافروسنتريك موجودين في السودان من 2011. موجودين وجيل كامل، انت عندك جيل كامل من السودانيين طلع على افكار كراهيه للمصريين، كراهيه للحضاره المصريه، وطالع يعني انت يعني نرجع كده 10 سنين ورا، 5 سنين، انت شوفي دلوقتي الاطفال بس كان عنده 10 سنين ولا حاجه، دلوقتي بقى عنده 17 18 سنه طالع في دماغه ان مصر عدو ليه. يعني انت دلوقتي في مواجهه جيل كامل. الناس اللي احنا كنا بنعملهم زمان العداوه دي على فكره قلوب النوبيين ضد المصريين نفسهم، ضد المصريين. ايوه، ما انا بقول لك يعني الجيل اللي احنا بنتعامل معاه زمان لا خلاص، يعني حتى الدوله المفروض اللي هي ولو بتفكر تتعامل معاهم بنفس الاستراتيجيه لا خلاص يعني. الناس دي احنا معانا جيل تاني خالص، يعني جيل عدائي. يعني احنا دلوقتي محيط عدائي. عملنا حلقه سالنا على نفس الموضوع ده. اهل اسوان كانوا بيقولوا بيحصل فيهم ايه من السودانيين اللي موجودين في مصر. وهو جوه الجامعات المصريه. ده لو تفتكري من فتره وانت اتكلمتي فيه من فتره وحذرنا ونبهنا الناس خدوا بالكم خدوا بالكم، بس للاسف الناس ماشيه برضه التيار دوت. العداوه والكراهيه بيحاولوا يبعدونا عن المجتمع الافريقي، وبيحاولوا يفهموا نفسهم، يقنعوا نفسهم، دول بيقنعوا نفسهم ان هم يعني اصولهم مصريه. احنا لا مالناش وجود اصلا. احنا بندعو الدوله اللي بتنزل على صفحاتهم بتقدمونا على فكره. احنا كدوله لازم وشعب لازم نضغط على الحكومه وعلى الدوله ان احنا ناخد استراتيجيه ثانيه غير دي خالص. موضوع اللاجئين ده لازم يتوقف. استقبال اللاجئين خلاص يعني بعد اللي حصل ده لازم يتوقف تماما. تمام. يعني الناس اللي في مصر منهم فرحان وشمتان وعمال يبعت في رسائل. يعني انا بقول لك دي حاجه من ضمن الحاجات الايجابيه اللي احنا شفناها دلوقتي، دي كشفت لنا وشوش الناس دي. الشماتة اللي شغاله منهم كشفت للشعب المصري حقيقتهم. بتفرج على الكلام اللي انت بتقوله ده. يعني كشفت الوجه القبيح للجماعه دول الافارقه اللي قاعدين في مصر. انا مش بدعي، وانا بحذر من المصريين ينساقوا وراء اي دعوه للاعتداء على اي سوداني في مصر. لا، ممنوع، ما حدش يعتدي على اي سوداني. انا هسالكم سؤال بس، العلاقات المصريه الافريقيه من 10 سنين فاتت كانت عامله ازاي؟ كنا بنسمع الكلام دوت؟ كناش بنسمعه. لا
كده. العلاقات دي بدات تبقى عامله زي كده ازاي؟ من السم اللي اتحط في العسل، السم اللي هو ايه؟ مجموعه الخرفان والمجموعه الثانيه اللي هي من الصهاينه اتفقوا مع بعض وبداوا يعملوا الفت دوت، ينشطوه ويضيفوا عليه، وبالتالي ده الفت ده انتشر. احنا بجد فعلا بنعرف ولا كويتي ولا واحنا لازم نغير بقى، نسيب من ده كله ونغير مفهومنا ونتعامل بالمثل زي ما بيعاملونا نعملهم. السعوديين اللي عمالين يتشرطوا علينا دول اللي خلاص بقى يقفوا لحد كده، وزي ما المعامله تبقى ند بالند. السودانيين نفس القصه، خلاص بقى يعني موضوع الاشقاء ده لازم يتوقف. تمام. خلي حط كده زي ما عملت مع اليمن من كام يوم، وحطيت لهم شروط دخول وحطيت لهم شروط خروج وحطيت عليهم قيود. نفس القصه تحصل دلوقتي مع السودانيين، على الاقل حفظ ماء للوجه للشعب المصري. يعني حتى لو انت ما اتخذتش رد فعل عنيف قوي كقوه، تمام، لازم تاخد رد فعل على المستوى الرسمي دبلوماسي يحفظ للمصريين كرامتهم ويوقف الناس دي عند حدها. لازم يبقى في رد فعل. تصور الفيديو ده، ايه الهدف من الفيديو؟ بصراحه مهم. الفيديو اللي منتشر للمصريين اللي موجودين هناك مهم. اللي صوروا ونشروا فيه اصلا. يعني انا والله العظيم انا عندي قناعه ومتاكد مليون في الميه ان في طرفين يعني يهمهم قوي اللي حصل ده، والطرف الثالث اللي قاعد بيتفرج او هو ليه يد. يعني انا مش عايز اتكلم باسامي يا جماعه، الموضوع باين جدا وضوح الشمس، واضح وضوح الشمس. الشاب اللي عايز يمسك القياده العربيه الجديده اللي هو الله ينور عليك العرب دلوقتي، انا مش عايز الله عليك. الموضوع واضح وضوح الشمس، مش محتاجه كلام. صح، كلامك صح يا استاذ شريف، نفس الكلمه اللي انا كنت عايز اقولها. كلنا تمام شايفينه والشعب المصري كله فاهم وواعي اللي بيحصل ده لعلمك. واحنا بقى لنا فتره بنتعرض لهجوم شديد منهم من ساعه ما بداوا طلعوا في الاعلام عندهم وتدخلوا في موضوع الجيش وعايزين يخرجوا الجيش المصري من الاقتصاد، وطلعوا وقعدوا يقول لك احنا بالشروط وبالشروط وقعدوا يتكبروا علينا. تمام. كل دي محاولات لتقزيم الدوله المصريه. يعني هم عاوزين يظهروا بس احنا لو شلنا ايدينا من الدول العربيه عيشوا ورونا هتعملوا ايه من غيرنا، ورونا هتعملوا ايه من غير المدرس ولا الدكتور ولا المهندس ولا الضابط ولا العسكري المصري. عايز اقول لك ايوه هم اصلا على مصر عسكريا على فكره. ما انا بقول لك ورونا هيعملوا ايه. طب هديكم تجربتين يثبتوا صحه الكلام اللي حضراتكم بتقولوه. اول حاجه لما موضوع اليمن بدا، تمام، مصر رفضت تدخل في اي حرب بريه معاهم في اليمن. تمام. ساعتها غضبوا وراحوا عملوا حظر البترول عندنا حوالي 3 شهور او 4 شهور لما احنا رفضنا. حصل. تمام. حصل. دي كانت حاجه. ثاني حاجه كان موضوع الاختلاف على موضوع سوريا، لما احنا صوتنا في مجلس الامن على موضوع عدم التدخل لسوريا وهم كانوا عكسنا تماما، وغضبوا وطلعوا في مجلس الامن وفي التلفزيون غضبانين. طب ما هو دلوقتي اللي احنا كنا بنقوله القياده بيتنفذ حالا دلوقتي. مش هتضحي بنقطه دم عسكري مصري في قضيه مش بتاعتنا. اتعلمنا الدرس كويس. بالظبط. يعني اللي احنا كنا بنقوله زمان ليه هم بيعملوه دلوقتي. فمش يعني هم لسه سنه اولى سياسه. سنه اولى سياسه ومع خلي الناس انا اتمنى ان الناس خلاص تفهم يعني خلاص القوميه العربيه يا جماعه مش خلاص ما عادتش تنفع. احنا في محيط كل دوله بتدور على القوميه بتاعتها. السعوديه سرقت مننا بعض التراث عشان تعمل نفسها قوميه.
يعني انتوا واخدين من عندنا الفوانيس بتاعت رمضان عذرا يا اساس ان استاذ دي ايمن، تراث. انا مش عايز اتكلم على دوله بعينها، لان في كتير قوي، في مؤامرات كتيره وفي حواديت كتيره بتحصل ورا الكواليس، واخد بالك؟ مش دوله معينه، دي هم كذا دوله متفقين عليها يعني. سامعك يا استاذ. انا مش سامع حاجه خالص للاسف. حد من السودان ياخدوا طريقته، شوفوا اسلوب الشعب السوداني. يعني الناس اللي جوه السودان، انت لو شفت الفيديوهات بتاعتهم اللي واقفين قدام معايا حد من السودان كومنتات، مش شايفين الكومنتات بتاعته؟ انا مش شايف بصراحه، عشان انا عندي كذا شاشه مش شايف. هو ده داخل يهزقنا، هو داخل يهزقنا. يا عم كتر خيرك، قولي له كتر خيرك، شكرا ليك، هحل مشكلتك الاول وتعالى بعد كده اتكلم معانا. طب ماشي، انا عاوز بس اضحك عليه حتتين حلوين كده برضه، يعني خلينا نحافظ عليه بالمره. يا سوداني اللي انت على الخط، مش فاكر لما العساكر بتوعك راحوا لفلوس عند السعوديه وعند الحوثي ودخلوكم تدافعوا عن السعوديه، وجم اليمنيين اللي لابسين شباشب مرمطوا بيكم من الارض واسروا وخدوا منكم لحد دلوقتي حوالي 5000 عسكري سوداني لسه ما زالوا في الاسر. انت يا ابني مجنون. دلوقتي يتكلم في منطقته بيقول لك تعالى السودان وانت تشوف يعني. لا انا مش هرد عليه يا استاذ داليا، ربنا يفك اسرهم هم، وربنا يفك ضيقتهم ويفكها بنفسهم بمعرفتهم هم، مش بمعرفه طيران مجهول ولا معرفه جنود مش جنودهم. فكوا نفسكم بنفسكم، وفكوا حصاركم بنفسكم، وفكوا الازمه اللي انتوا فيها بنفسكم. لا هو تاني دلوقتي أفواه السودان اللي عاوزين ينقلبوا على الحكم. انت ما ترديش عليه ان هو حاليا في حاله يعني الله يكون في عونه فيها، مش عارف هو مش بيقولوا من بلد من جيش من شعب، هو مش عارف هو فين، الله يكون في عونه. هم مش بيقولوا ان هم رجاله يعني وعاملين فيها رجاله؟ طب مش كانوا بيقولوا برضه ان هم حلبوا شركات مصريه؟ طب ما ورونا الرجوله بقى اللي كانوا بيقولوا اصبر شويه لما نيجي السلطه. طب دي كانت شدته واعتديتوا على عساكر المصريين. طب ما تيجي تورينا كده وخش عندنا ورينا. انت برضه السوداني اللي فرطت في جنوب السودان، مش انت السوداني برضه اللي فرطت في جزء من الارض وقسمتوها دولتين؟ صح. لا انا هسيبه بقول لك سيبيه خالص، ان هو في حاله نفسيه غير مهيئ ان هو يتكلم اصلا. ربنا يصلح لهم يا رب وينجيهم اللي هم فيه. هم في حاله يستحملوا بقى دلوقتي، ويا ريت يستحملوا ال 8 مليون السودان اللي هيجي لهم ان شاء الله الايام اللي جايه. بيقول لك تعالى السودان وانا اوريك تاني. طب ما تيجي اقول لك هاجي لك صدقني، بس هاجي لك ورا يعني، انا لو جيت لك هاجي لك هرجع تاني صعب من الارض. هو احنا مش هنعملها، احنا مالناش علاقه باللي بيحصل في السودان ولا هيكون لنا علاقه. هم يقدروا يحرروا نفسهم بنفسهم لو عرفوا، يقدروا يفكوا خطوبهم بنفسهم، ما عرفوش يقولوا لنا. ضيوف عندنا حطيتهم على راسنا رغم ان هم بيعملوا عكس ده عندهم، وكمان فوق كده يعني اقول ايه بيعاملونا احنا جوه بلدنا برضه باسلوب. احنا هنا عندنا 6 مليون سوداني في مصر، انت عارفه كده ولا لا؟ الرقم 6 مليون سوداني عايشين في مصر، منهم النسايب والاصدقاء والناس اللي شغاله، واخد بالك؟ على دماغنا من فوق، وواجبهم هيتاخدوه ويفضلوا برضه اهلنا نسايبنا واصحابنا، تمام؟ مش هنرد الاساءه بالاساءه ابدا، عمر المصري ما رد الاساءه بالاساءه. مع اني ما اتفقش معاك يا استاذ ياسر في الموضوع دوت، معلش بقى انا اختلف معاك في الموضوع ده. يعني بغض النظر عن الناس اللي هي قرايب، اقول لك ماشي، ده شيء طبيعي. لكن الناس اللي ده في ناس عندك ما همش، في ناس اصلا مش سودانيين، دول تشاديين واخدين جوازات سفر السودانيه، يعني من اسيويين واخدين جوازات سفر السودانيه. يعني هناك اسهل حاجه تاخد جواز سفر السوداني، ما لهمش اي علاقه بالعروبه.
ولا حتى في منهم يعني انت الناس اللي عندنا، شوف انت في المنجم بتاع الذهب دخلوا 5000 واحد عشان يسرقوا منجم الذهب. يعني انت عندك ناس مالهاش اي علاقه بيك نهائي، ده غير الاضرار الاقتصاديه اللي هم تسببوا فيها. فعلا. لان هم اصلا هم علينا، يعني هم اصلا فانا خلاص انا شايف كده خلاص يعني. ربنا يفك كربهم ويصلح بلدهم ويرجعهم دولة قوية زي ما كانوا في ايام احنا، في ايام الملك فاروق كده لو تفتكروا كانت دولة قوية. ربنا يرجع كان في ان شاء الله. وكان في واحد شيخ قبيله كان اسمه البدا او حاجه زي كده، او الترك، كان طالع هو من شرق السودان، كان بيدعو ان هو يعمل انتخابات في شرق السودان ويضم السودان على مصر. والله انا ساعتها قلت يعني ايه، يا ريت والله الناس دي ربنا هيفكها عليهم وهيخلصوا من وجع قلب كبير وجوع وفقر ودمار زي الناس اللي في حلايب وشلاتين اللي هم بيقولوا يا ريت. الحمد لله دلوقتي ان احنا ما كناش تبع الدوله دي، يا اما كنا متنا دلوقتي. يعني الناس دلوقتي بتوع حلايب وشلاتين بيحمدوا ربنا وممتنين ان احنا هم بعيد عن الليله الزرقاء دي خالص. فالناس دي انا يا ريت يعني لو على المستوى القريب لو في اي خطوات ان البلد دي هتتقسم وهي فعلا على الطريق، لان احنا كدوله نضمها بشكل فوري وبشكل طوعي. محدش قال لك تتدخل، يعني محدش قال لك تتدخل. واحنا مش هنتدخل اصلا، هنتدخل ليه؟ احنا مش هنتدخل، احنا هنتدخل في حاله واحده بس، لو لا قدر الله عسكري بس جرح مصري هتلاقي بدل العسكري ده 100 مليون عسكري. دي الحاله الوحيده اللي هنتدخل فيها. صح. ومش هقول لك هنجيب الجيش المصري، هنجيب السلاح اللي مع الصعايده في لا قدر الله عسكري اتجرح واحد هتلاقي 100 مليون عسكري رايحين يتدخلوا. مش هنقول لك احنا عن نفسنا مش هنتدخل لان الامر لا يعنينا بشيء. خليكوا كلوا في بعض، خليكوا كلوا في بعض كده حاجه متخلصه مع بعض، مالناش دعوه. يعني انت لو كنت شايفني بص حمرا، لو انت شايفني حمرا اعمل اللي انت عايزه يا بابا مع نفسك، انت لسه عايز صغير يا بابا. ما انا والله رايق و100 فل و14، انا قاعد ببص عمال اتفرج على الفيديوهات بتاعتهم وهم عاملين يضربوا بعض، وده عمال يقول الحقني ده ضرب في طيران اجنبي بيضربني، وده عمال يقول لي الشخص اللي بيتكلم ده معانا في البث قول لي نوع الطيران اللي دخل وبيحرر السودان دلوقتي نوعه ايه؟ الطيران اللي انتوا بتقولوا عليه مجهول تقدر تعرفه؟ هيعرف ازاي يا باشا؟ هو وزير الدفاع بتاعهم قبل كده لما الطيران الصيني دخل ضربهم قال لهم ما مسكتهمش ليه؟ قال لك كانوا طافين النور. استنى بقى، هو عايز اتكلم معاك بصراحه اكتر. الناس الجيش الاسرائيلي هناك بيعمل ايه؟ عايز افهم، قول لي بقى كده يا اخ يا الثاني يا شقيقي يا عزيزي، الجيش الاسرائيلي بيعمل عندكم ايه في ارضكم؟ عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم اللي بيحصل دوت التفكير الاول والاخير منه طرف ثالث خالص بيتفرج علينا من جاي. عشان كده بنقول انا عايز اختم كلامي معاكم بكلمه بس. الموضوع كله لا يعنينا، هي دوله عربيه شقيقه على عيني وعلى راسي، دوله مجاوره لينا في طهر وفي نسب وفي قرابه بس الموضوع لا يعنينا. هيعنينا في حاله واحده، لا قدر الله عسكري او جندي مصري اتجرح بس، ده هيعنينا. غير كده الامر لا يعنينا فيه. وعايزه برضه اضيف حاجه، الفيديوهات اللي عماله تنزل والكلام اللي بينزل على صفحاتهم على المصريين، انت دلوقتي يعني ان احنا نرد عليكم او لو هنسمع
ولكن لا ثبات. في موقف زمان يا استاذه داليا حصل. طالب ان انتم تطلعوا مش حاجزين او انتوا كلكم تبقوا عارفين ان مفيش اي حد فيهم حصل حاجه، ولو حصل حاجه انتوا المتضررين الاولانيين ما حدش فاهم نفسه. لو حصل لاي مواطن مصري او اي جندي مصري جوه السودان اي حاجه انا عاوز اقول بقى، انا عاوز اوضح حاجه برضو، عشان برضو الناس اللي موجوده كلها تفهم. في علم السياسه بقى في حاجه اسمها ايه، العداءات. في عداءات مؤقته وفي عداءات متغيره. العداءات الثابته عندنا في المنطقه هنا معروف هي مين؟ دولة ولاد العم سامي. العربي كلها معروف. كله، ما هو ده مسمار جحا، ما ده بقى العداء الثابت اللي في المنطقه. تمام. الاعداء المتغيرين دوله مثلا زي تركيا، احنا كان معاها مشاكل من فتره، دلوقتي بدات تتحل. حلو. اللعبه بقى ماشيه ازاي؟ هو بيعمل لك تغيير عداءات. كان معاك قطر نطت على تركيا، ومن تركيا على ايران، ومن ايران على اليمن، تمام، وسوريا. هو عمال يزرع لك في كل مكان، كل ما تقفلي ثغره يفتح لك ثغره جديده. اخر ثغره كل اتقفلت في اليمن، واتقفلت في ايران، واتقفلت في تركيا. يفتحها لك فين بقى؟ راح فتحها لك في الجنوب. وده بالظبط العداء الجديد المتغير. هي دي النظريه، فتح لك عداء جديد متغير. محاوله القدس اللي فاتت من حوالي 10 ايام فشلت، تمام. راح لنا على الجنوب، على السودان. هو كل ده حواليك، بيلف حواليك. بالظبط. ايوه، انا بقول لك بالظبط الكلام صحيح. انا بقول لك هو ده بقى العداء المتغير. هو عمال يفتح لك في كل ما يلاقي ثغره مقفوله بيفتح لك في حته ثانيه. والطريقه والمنطقه اللي كانت مرشحه ان هو يحصل فيها كانت الشيء الطبيعي السودان. خدوا بالكم يا جماعه، والله كل اللي بيعمل كده هدفه واحد. كل اللي بيعمل كده هدفه ان الوطن العربي كله يبقى في حاله صراع مع بعض. طبعا دولة المجموعة اللي هي عايزة تعمل الخلافة بتولع في النار اكتر واكتر في اي جزء، مش بتعمل ترند عليه. اي مصلحة منهم، اي مصلحة بيحاولوا يستفيدوا منها، فاهمة؟ وللاسف الناس كتير بتقع في الفخ دوت. عارف بيفكروني بايه يا استاذ شريف؟ هم بيعملوا زي لا مؤاخذه الرقاصه والطبال. هو الامير يطلع يطبل يقول انا وانا 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 والعظمى ومش العظمى، ويرد عليهم السودانيين ويطبلوا تحت، ويرد عليهم بقى يقول لهم بصوا شوفوا ده كذا، ده بص المصريين شحاتين، شوفوا السعوديين بيعملوا انا عايز اقول ايه حاجه. فاكر زمان الفرعون، كان فرعون عندنا في مصر مش عارف مين تقريبا، حب بيتلكك لدوله، قال لهم صوت الفيله عندكم بيزعجني ما بعرفش انام. قمبيز رمسيس تقريبا، قال لهم صوت الفيله ما بعرفش انام من صوت الفيله. انا ممكن بقى ده كان قمبيز. الطول السوداني وهو بيتكسر كده بيقلقني، بيدرسوا الثاني، هم مش قادرين يفهموا ليه. احنا لو دوله معتديه او محتله الموضوع هيبقى سهل، ان احنا لا معتدين ده على فكره ولا محتلين. على فكره يا استاذ شريف، ده اللي انت بتقوله ده حضرتك في علم في علوم المخابرات، في علوم التدخل العسكري في اي دوله ممكن، وحصل قبل كده كتير. يعني احنا ممكن نجيب قنبله ونفرقعها جوه عندنا عند حلاف في شلاتين ولا في اي حته، وندعي ان هم ضربونا، وندعي احنا مش هنعمل كده. لا احنا في عندنا حاجه اقوى من كده، في امن قومي. احنا لو في حصلت ضربات اكتر من كده، الحدود بتاعتنا امن قومي. الماده رقم 51 في القانون الدولي بتدي مصر الحق انها تحمي امنها القومي وتعمل شروط حدودي امن، زي ما حصل قبل كده في ليبيا، وزي ما تركيا عملت في سوريا،
وزي ما اليمن زي انا ما عايز زي افهمهم ما ان في خط احمر هيترسم بكره او بعد. خدوا بالكم يعني في خط احمر تاني هيتعمل هناك، زي ما اتعمل في ليبيا هيتعمل هناك. احنا مستنيين ان شاء الله ونشوف. الخط احمر مع اي حد اصلا يفكر يجيب اي مصري في اي دوله ايا كان هو بس بس عشان ما نروحش بعيد عن الموضوع، انا عايز اقول لكم حاجه. الموضوع الامن هناك حاليا، الجيش السوداني بدا يسيطر تاني على تقريبا المناطق كلها. الامن بدا يستتب شويه تدريجيا، واحده واحده هتلاقي الموضوع ده منتهي خالص. ممكن بالكثير بكره يكون الموضوع انتهى. بس طالما الموضوع فيه اخوان مش هيسكتوا بالسهوله دي. وطبعا آه، احنا كتير حصل فيها ايه، وعارفين مصر الفتره المعينه حصل فيها ايه. وكمان يا جماعه معذره، الشعب المصري الناس اللي موجود تفهم ان دلوقتي هناك هم في مناطق كبيره جدا ما عندهمش انترنت ولا كهرباء، تقريبا مقطوعه من امبارح او اول امبارح. وبمجرد ما عوده الكهرباء هتلاقيهم بداوا يشتغلوا تاني، وهتلاقي نفس الكلام، الكومنتات دي هتزيد اضعاف مضاعفه. فاحنا خليكم عارفين من دلوقتي ان انتوا هتلاقوا كلام كتير هيخش علينا. على صفحاتهم. اه يعني الموضوع على فكره مستحيل. كومنتاتهم انا لو عرفتها يعني هنختار النست، ما احنا كمان نقول كلام مش حلو. عشان كده مش عايزه اعرضها والله. ما بص خلاص، احنا خدنا عرفنا اللي حصل خلاص، واحنا دلوقتي قاعدين خلاص رد الفعل اللي احنا كنا متوقعينه. يعني خلاص احنا الصدمه اللي هم عملوها دي ما اثرتش فينا، لا خلاص يعني الموضوع بالنسبه لنا احنا بقينا متاكدين ان الموضوع هينتهي على خير، ومحدش هيقدر يمسك عسكري واحد حتى، ولا هيقدر يلبسه ان هم اجمل من كده، لان الرساله وصلتهم وعرفوا كويس قوي هيحصل لهم ايه لو حد بس خدش. هم عرفوا كويس قوي. هم مش بعيد، مروه مش بعيد على فكره عن الحدود المصريه، لا ده مفيش كام كيلو. وزي ما كنا عملنا دخلنا في سيناء قبل كده في 11 ساعه تقريبا، عملنا انتشار في جمهوريه مصر العربيه بالكامل ساعه ثوره يناير. نقدر نعملها تاني هناك، يعني احنا مش بعيد علينا والله. فان شاء الله خير، ومش عايز المصريين يخافوا. ولادنا هيرجعوا في امان، وخلينا واثقين في نفسنا وفي جيشنا. جيشنا مش صغير، ومش هيسيب عياله بس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفرج في ابن من ولاده بالسهوله دي. اكيد ما حدش هيرضى بالكلام ده نهائي. هو اللي عودنا على كده من ساعه موضوع ليبيا، وهو بيقول محدش هيمس حد من عندنا. احنا معتمدين على الله، ثم جيشنا، ثم الرئيس. فننتظر ان شاء الله باذن الله عوده الناس بتوعنا الاول، وبعد كده ايه نشوف بقى وقت الحساب بتاعهم، هيشوف ايه اللي هيحصل. فانا استاذنك يا استاذه، استاذنك اطلع انا، ولو حد انا عاوز يخش فيه، تقريبا في حد عاوز يخش اهو، وانا هبقى اتابع معاك برضه ايه على الصوت. نعم. لو حد من عندكم عايز يدخل خليه يدعم. ماشي لحظات كده انا عايز يدخل من عندك ولا لا، ولا من حد من عندي يروح للجن. هو تقريبا انا في ناس بكلمهم من دلوقتي تقريبا المفروض يخشوا. تمام تمام، مفيش مشكله. وبرضه وان شاء الله هنشير اللينك ده عشان الناس تشوفه على قنواتنا، والناس برضه تفهم، وربنا يسهل ان شاء الله بكره يكون عندنا اخبار حلوه كمان ان شاء الله. متشكر جدا لحضرتك. مع السلامه. طبعا يعني مش عارفه اقول ايه. هرجع تاني اقول، بس هختم الفيديو بكلمه مهمه جدا، ان اللي بيحصل ده، الهدف من اللي بيحصل ده هو ان يحصل سيناريوهين، وان شاء الله ما يحصلش حاجه فيهم، يعني ان شاء الله باذن الله، هو ان يا اما مصر فعلا
تدخل في حرب مع دولة شقيقة زي برضو السودان. وده طبعا يعني ما تمنيش برضو ان هو يحصل. يا اما الناس هنا تنقلب علشان يحصل نفس الهدف اللي بيحصل دلوقتي في السودان من الإخوان المسلمين ضد الحكم، هم نفس السيناريو ده عايزين يطبقوه تاني في مصر عشان يحصل نفس المشكلة دي في مصر، واحنا ده عمره ما هيحصل برضو بإذن الله. فخدوا بالكم. صفحات السودان يا ريت أي حاجة ليها علاقة بالصفحات بتاعتهم محدش ينجرف وراها ولا يصدقها ولا حتى يستفز منها. هما دلوقتي في موقف ضعف، وموقف الضعف بتبقى الهرتلة فيه كتير. ثانيا هما عندنا احنا اتعلمنا وتربينا على ان الضيف ايا كان بيتعامل باحترام، عشان احنا شعب محترم. احنا شعب محترم بنعامل الضيف جوه ارضنا طالما مش داخل ماسك سلاح ضدي هعامله باحترام. احنا شعب بيؤتمن. اما غير كده فعلا بجد لو حد من الجنود المصرية هيتضرر بأي حاجة أو أي مواطن مصري هيتضرر بأي حاجة، احنا عندنا 100 مليون جندي تاني. هتلاقي ساعتها أطفال وستات، والحروب اللي فاتت تثبت يعني تجارب كتير قوي، يعني مصر تاريخها طويل قوي في التجارب دي. وبرضو قلبنا مع أهل السودان اللي مش عارفين أي حاجة في أي حاجة، اللي مالهمش دعوة بالسياسة، اللي فعلا هم دلوقتي زي ما مصر حصل فيها نفس الثورة والأزمات اللي حصلت دي ووقع فيها ضحايا ناس ملهاش أي ذنب ولا حتى بتفهم في السياسة بالظبط. احنا قلبنا مع نفس الناس دي اللي مش فاهمة أي حاجة ولا حتى بتفهم في السياسة، واللي ممكن تدخل ضحية عشوائية ناس عايزين يقلبوا البلد. وخدوا بالكم يا أهل السودان، منكم ناس عايزين يحولوكوا لليمن وسوريا وغيره. خدوا بالكم والله. انت جاي دلوقتي تقول كده بعد ما شتمت وغلطت؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ مود احمد، ولا مش عارفه اسمك ايه. بعد ما غلطت وقلت كل الالفاظ اللي محدش يقولها جاي دلوقتي بتقول كده؟ حصل خير، حصل خير، وقلبنا معاكم، وربنا يخرجكم من الازمه دي على خير. وخدوا بالكم ان انتوا عدوكم خارجي ولكن بيمول المرتزقه اللي موجودين في كل دوله داخليا، في مرتزقه يعني من مصلحتهم، او بياخدوا فلوس عشان يعملوا ده في او في اي دوله عامه. انتوا قلبكم طيب واحنا نعرف السودان، وبقول لكم انتوا موجودين في مصر اكتر مما تتخيل. انتوا موجودين كتير جدا وكلكم على راسنا وكلكم بتتعاملوا باحترام وكلكم فعلا قلبكم طيب، ولكن في كل حته او في كل شعب او في كل منطقه في ناس عندها مشكله، ما بتحبش الاستقرار، ما بتحبش تكون عايشين في امان، ما بيحبوش يخلوا اللي حواليهم في امان. في ناس بتقبض مخصوص عشان تعمل ده. وانا يعني واحده من الناس اللي اكاد اثق تماما ان فعلا في ناس كتير عايزه السودان مش بس يحصل فيها انقلاب داخلي، ولكن حتى الدول اللي حواليها ينقلبوا عليها، زي ما مصر كان نفس العدو، زي ما سوريا حصل فيها نفس الكلام، زي ما العراق حصل فيها نفس الكلام، زي ما ليبيا حصل فيها نفس الكلام. لما بيحصل انقلاب او حرب او لما بتكون في دولة مستهدفة، يبقى الهدف مش بس ان يحصل جواها ثورة، بيبقى الهدف ان يحصل انقلاب عليها حتى من كل الدول اللي حواليها. والمرتزقة الداخليين هم اللي بيساعدوا خارجيا اللي يحصل ده، وهم اللي بيقبضوا على حساب بلدهم فعلا. حصل خير، قدر الله وما شاء فعل. قلبنا معاكم، ربنا يحفظكم، ربنا يهدي الامور في بلدكم، ما تنجرفوش ورا الشائعات، ما تعرفوا فعلا مين
من مصلحتكم هو اللي يحكمكم. وثقوا تماما ان عمر الاخوان ما حكم الدولة وكانت نتيجة حكمها ايجابية. ثق تماما، وقدامنا تجارب كتير عمرهم ما مسكوا حكم وخرجت منه الدولة على خير، وربنا يسترها علينا وعلى الجميع. ان شاء الله بكره نفتح لايف تاني، والله العظيم ما شماتة، ولا عمرنا شمتنا في حد، ولا عمرنا نسمح لنفسنا ان احنا نشمت في حد. ولكن الكلام اللي بيتقال من اعتقد لجان الكترونيه على صفحاتهم فيها اهانه للمصريين، الهدف منه هو ان احنا نطلع كده مباشره نشتم في بعض. وناس كتير بتصرف على ده كويس قوي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.